شكون قال لك انت دايره الريجيم اولا نظام غذائي صحي ما تقدريش تاكلي شي حاجه حلوه بدون تأنيب ضمير؟ اليوم غنشارك معك جوج الوصفات خوزع بلاوي. الاولى تشيز كيك كتجي هائله، والثانيه كيكه بالكوك كتجي من ألذ ما يكون. ضروري ان شاء الله تجربوهم وتدخلوهم في نظامكم الغذائي. غادي نبداو بالكيكه ديال الكوك. هي الاولى غنحتاج لها جوج بيضات، معلقه كبيره ديال العسل، قشور ديال الليمون وطاس ديال الدرون مسوس، وكنخلط داكشي. المهم هادي راه كيجي فيها النسمه بحال كتاكلي ريشبون، كتجي واعره. كنخلط داكشي وكنزيد تقريبا كاس وربع ديال الكوك، نص خماره ديال الحلوه. في هاد الوقيته الفران راه كيسخن على 180 درجه من الفوق والتحت والفرفاره، وممكن غير في الفران ديال الغاز، راه ما كتحتاجش شي تقنيه ديال الطياب. صافي ديروا فيها الفواكه اللي بغيتو ودخلوها الطيب. ندوزو للثانيه. غنحتاج لها 200 غرام ديال الجبن، اي جبن كيعجبكم، معلقه كبيره ديال النشا، قشور ديال الحامض لمحاربه الزفوريه، معلقه كبيره ديال العسل. وصافي كنحرك مزيان داكشي حتى كينسجم، وكنديرو في المول صافي. وغادي ندير عاوتاني شويه ديال الفرامبواز، واللي كان عندي ممكن ديروا اي نوع ديال الفواكه كيعجبكم. صافي هاد المره غنطيبها في الاير فراير، ممكن طيبوها غير في الفران. البنات اللي ما عندهمش الاير فراير صافي واحد تقريبا كتاخذ واحد 20 دقيقه كتشوفي هاد المنظر الخلاب الرائع. المهم راه كيجيو هائلين، كنصحكم تجربوهم، مشبعين، كتاكلوا غير النصيص ديالهم صافي كتشبعوا اللذه وداكشي. المهم غادي تحلي باش تولي بطريقه صحيه.